أكتر من 70,000 صديق اشترك في خطة الفريلانس المجانية اللي نزلناها من سنة ونص، وآلاف منهم بفضل من الله وحده كانت الخطة سبب رئيسي في إنهم يقدروا يشتغلوا على مواقع العمل الحر، عشان يبقى الحمد لله من أكبر الكورسات في العالم لشرح الفريلانس اللي ليها بداية ونهاية وخطط واضحة بتمشي بيها وكان ليها تأثير حقيقي فعلا. وعشان كده صديقي قررنا الآتي: أوبا هتبقى بفلوس، قفشتك أخيرا يا سباعي. عاش ليك يا صديقي، اطلع بره الفيديو دوت، عشان الخطة بقت أقوى أضعاف من الأول واتطورت لاقصى درجه، وزي ما وعدتك في البدايه لما عملناها مع بعض هي ما زالت مجانيه تماما وهتفضل مجانيه. وانا عارف ان لما بيتقال حاجه مجانيه فالناس بتقلق وانه يعني خلاص وصلت، فوقتها دي حاجه ترجع لك انت، بس انا بقول لك ان النسخه الاولى من الكورس لما كانت موجوده اشتغل بيها الاف الحمد لله، وبقول لك ان النسخه دي اقوى بكتير من الاول، فالموضوع يرجع لك انت يا صديقي. فلو متفائل بيها خير ان شاء الله وتكون كذلك، فتعالى بقى اقول لك خطه الفريلانس النسخه الاحدث على الاطلاق بقى فيها ايه. نفس ال8 اسابيع هم بس اتفرج بقى معايا على الجديد اللي بقى موجود فيها. سابقا الخطه كانت معتمده على فيديوهات اليوتيوب اللي موجوده عندنا على القناه، وكانت بتشكل 80% من الكورس تقريبا. اما بقى حاليا النسبه ديت نزلت ل 50% فقط، لان الكورس بقى ليه فيديوهات وحاجات اكتر خاصه بيه هو فقط، يعني مش هتلاقيها في اي مكان تاني، مش منزلها في اي مكان تاني الا فقط تبع الكورس نفسه. غير بقى انه بقى ليه نظام متابعه ليك، وكمان العاب تعليميه معموله مخصوص عشان تختبر اللي اتعلمته في كل مرحله من مراحل تعليمك للفريلانس. صدقني الحركه ديت لو كانت اتعملت بفلوس فكانت تبقى باشتراك شهري كبير جدا للالعاب فقط لوحدها، بس احنا حبيناها نخليها تطوير قوي جدا للكورس بشكل مجاني كمان، وهتبقى بندك بالفعل. مع الوقت تكتشف قوه الالعاب التعليميه ديت، لانها تبقى تجربه محاكاه كامله للي انت بتتعلمه. فالكورس المجاني اللي بين ايديك هيبقى متقسم ل 8 اسابيع كالاتي. اول اسبوع هيبقى للناس المبتدئه تماما، وهنعتمد فيه على تنظيم امورنا في المجال ونفهم هو ايه وانهي المواقع الانسب لينا، وهنبدا نقوي نفسنا في اللغه الانجليزيه كمان. وكمان هيبقى فيه قسم جديد لاول مره يتضاف بنعلم الناس فيه مهاره معينه، وهي ازاي تشتغل على مواقع تعليم اللغه العربيه للاجانب. فعشان كده هيبقى الانجليزي جزء مهم في خطه الفريلانس اللي معاك، وهو اصلا مهم في الشغل عموما على باقي المواقع الثقيله في الفريلانس. ده غير ان في الاسبوع الاول كمان باذن الله هيبقى معانا حاجات تنظيميه في رحلتنا، بحيث تنظم رحله تعليمنا وكل حاجه، وده هيبقى عن طريق برنامج نوشن. فانت صديقي هتطلع من الاسبوع الاول قادر تنطلق باذن الله وفاهم ومسيستم امورك كلها على خير. وعشان كده هنحتاج في اليوم ما يقرب من ساعتين من الالتزام التام في اول اسبوع عشان تتابع التاسكات المطلوبه منك، لان على عكس الخطه الاولى فالخطه دي فيها تاسكات مطلوبه ومتابعه موجوده فيها، واللي هتلاقي فيها تمبلت نوشن بياخد معاك خطوات واضحه من الالتزام، وده عشان تكون عارف انت فين وبتعمل ايه. ثم يا صديقي هيجي دور الاسبوع الثاني. الاسبوع ده مهم جدا، لاني هبتدي انظم لك فيه ازاي تعمل اسرع شورت كات باذن الله في مجال الفريلانس، يختصر عليك سكه طويله جدا بطرق عمليه فعلا لاقصى درجه، وتنفع ان شاء الله مع اي حد. وفي الاسبوع دوت اللي هو الثاني هنبني وجودنا الرقمي على منصات سوشيال ميديا هتفرق معانا. ما تخافش، هشرح لك هتعمل دوت ازاي بالتفصيل، وازاي تعرض شغلك بالفعل، وازاي تحاول توصل لاول عميل تكون منه معرض اعمال ليك وتكسر الدنيا في رحلتك دي باذن الله. الاسبوع دوت المفروض انك باذن الله تكون متحمس فيه، لانه هيخليك تبدا تحس انه ايه ده، انا فعلا بعمل حاجه بجد. ولعل وعسى الموضوع دوت في الاسبوع الثاني حد منكم يطلع من الاسبوع ده بالفعل مع اول وظيفه اشتغل بيها. ثم نيجي للاسبوع الثالث بقى يا صديقي، فهو هيبقى بيعلى معاك. انت خلاص ما بقتش المبتدئ اللي دخل الكورس، لا انت حد فاهم وفي المستوى المتوسط. فيلا بقى عشان نعلى المستوى اعلى من المتوسط باذن الله، ونستعد في الاسبوع دوت في تقويه مهارتك اللي هتشتغل بيها، وكمان هتستعد عشان تبني معرض اعمالك باقوى طريقه ممكنه ليك ان شاء الله تعالى. فخلينا نقدر نقول ان الاسبوع دوت هو الاسبوع الثالث هياخدك من متوسط في مجال الفريلانس، من اول اسبوعين بدك متوسط لمستوى فوق المتوسط في اسبوع ان شاء الله. ثم هيجي الاسبوع الرابع، ده بقى الاسبوع قبل ما نبدا جو المغامره وتترمي بجد جوه مواقع العمل الحر عشان تطحن جواها وتاخد تجربه حقيقيه. فقبل ما اسيبك في الطحنه ديت هيبقى الاسبوع الرابع لينا في تجربه محاكاه كامله لالعاب فريلانساويه مطورها مخصوص عشان الاسبوع دوت بالذات. فهتلاقيني بشرح لك كام فيديو كده في بدايه الاسبوع دوت، ثم هخليك باذن الله تعالى تاخد تجربه كامله في فكره غريبه وجديده ما حصلتش في اي مكان تاني. هتعلمك كل حاجه اتكلمنا فيها في الاسابيع اللي فاتت، وهتبدا باذن الله تبقى جاهز بشكل حقيقي للشهر الثاني، واللي هو الشهر اللي ندخل فيه مواقع العمل الحر بجد. وفي اولها كده هتلاقيني بقول لك يلا بقى استعد، انت بقيتك اعلى من المتوسط وفاهم الدنيا. فيلا نبدا شغل على موقع خمسات بفيديوهات متطوره لاقصى درجه وعمليه جدا، هيطلب منك فيها تاسكات فعلا، يعني هيتقال لك اعمل كذا، هيتقال
اتقال لك انت معاك فايلات كذا تستعملها ولازم تستعملها، واستناك الفيديو التاني وانت مخلص التاسك دوت عشان هتتابعوا الفيديو اللي بعديه. فهتلاقي في هيصه طويله جدا باذن الله في خمسات بتجربه ما مرتش عليك في خمسات حتى في شرحنا القديم قبل كده. وبعد ما تخلص المرحله ديت واللي اتعمدت اني احاول باذن الله اشرحها بطريقه عمليه متطوره جدا عن الخطه الاولى اللي نزلناها، لان دي كانت اكتر مرحله الحمد لله الناس وصلت فيها وجابت شغل بفضل من الله في مجال العمل الحر. فانا حبيت اني اطورها اكتر واشوف عيوب المشاكل اللي كانت موجوده فيها وليه الناس فشلت قدر المستطاع، وجمعت الحاجات ديت عشان تبقى مفيده اكتر واكتر وتوصل لناس اكتر انها باذن الله تشتغل بيها فعلا وتبقى مستعده للمرحله الاخيره عندنا، وهي الشغل على مواقع اتقل زي ابورك. في رحله كامله صديقي هتلاقي ده بيسلمك لده بيسلمك لده لحد ما باذن الله تستلم اول وظيفه بالكورس ده. طريقه التسجيل هتلاقيها على موقعنا فريلانزاويه، وهسيبها لك في اللينك من تحت كمان، وخليتها ابسط بكتير عشان تسهل الدخول وانك تبدا على طول، لان الخطه اللي فاتت كان في ناس مش بتعرف توصل لها وكان في مشاكل بتحصل فيها، فيعني انا حاولت اتجنب المشاكل دي عشان تبقى اسهل عن قبل كده باذن الله. فبس كده صديقي، افتكرني الدعوه معاك واشوفك على خير ان شاء الله في الدروس القادمه سوا، واشوفك جوه الكورس عشان نبدا على خير سوا ان شاء الله. السلام عليكم.